السلام عليكم. كانت عندك بطاقة الرميد سارية المفعول، راك وليتي كتستافد من التأمين الصحي لامو، والاستفادة من خدمات السبيطارات ديال الدولة غتبقى مستمرة بالمجان. في الحلقة السابقة فسرت لك كيفاش دير باش تعوض في المصاريف باش دوزتي ولا شريتي الدواء ولا درتي تحليلات الراديو وغيرها. اليوم غادي نشرح لك كيفاش تعمر ورقات العلاجات. اولا عمر ورقات العلاجات بالمعلومات ديالك، اي الاسم العائلي والشخصي، رقم التسجيل اللي فايت وصلتي به باس ام اس، رقم البطاقه الوطنيه للتعريف، العنوان ورقم الهاتف. ثانيا خاص الطبيب يعمر الجهه ديالو في الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، وضروري يشير للرقم الوطني الاستدلالي ديالو، يسيني ويطبع. ثالثا في حاله الا شريتي الدواء الفارماسيان حتى هو خاصو يعمر الجهه ديالو بالثمن ديال الدواء وتاريخ الشراء، ويدير الرقم الوطني الاستدلالي ديالو، يدير السيناتور والطابع. ومن بعد زيد على ورقات العلاجات ورقه ديال الطبيب ولي كود ديال الدواء اللي شريتي. رابعا في حاله الى الطبيب طلب منك دير تحاليل او راديوات او غيرها من الخدمات الطبيه، فمهني الصحه اللي غتمشي عندهم خاص كل واحد فيهم يعمر الجهه ديالو في ورقات العلاجات. وما تنساش تزيد مع ورقات العلاجات الفاكتورات ديال المبالغ اللي خلصتي بحال التحاليل. ومن بعد ما تعمر مجموع المصاريف في الصفحه الاولى وتسيني في الجهه المخصصه ها ملف التعويض ولا واجد. ما عليك غير تحط الملف في واحد من مكاتب القرب المعتمده او في اي وكاله من وكالات الضمان الاجتماعي قبل ما تدوز 60 يوم على تاريخ اول استشاره طبيه خاصه بالملف. باش تعرف الدوسي ديالك فين واصل تسجل في الموقع www.masnss.ma او لا اتصل على المجيب الآلي على الرقم 05 20 44 71 00. جا الوقت اللي نستافدوا من نفس الخدمات الصحيه وتجمعنا حمايه وحده.